هو اللي بيخليكي تصلي لمرحلة عالية جدا من التقدم. بس للأسف احنا في مجتمعنا بنشوف ان الفشل خلاص هو النهاية. انا فشلت خلاص، انا مش هعمل حاجة، انا فقدت الشغف. تفقدي الشغف ليه؟ بالعكس، ده ربنا بيديكي اختبارات عشان يخليكي توصلي لمرحلة عالية جدا. بس انتي مش عايزة تسمعي الكلام ده، انتي عايزة تسمعي خلاص انا معرفتش اعمل الحاجة دي، انا مش هعمل حاجة تاني. وده غلط. نقول للمرة المليون، الفشل بالعكس، الفشل نجاح. عايزين نتكلم عنها هي الطاقة بتاعتنا لما تضيع ده قد ايه بيخلينا مرهقين نفسيا، مرهقين ان احنا نقدر نعمل الحاجات اللي احنا عايزين نعملها. يعني هقولك على حاجة، ممكن نقول عيلتك للأسف بيتريقوا عليكي، بيضحكوا عليكي، يقولولك انت مش هتعرفي تعملي ده، مش هتعرفي تعملي ده، مش هتعرفي. انت بتسمعيهم ليه؟ ما هو انت بتضيعي طاقتك ان انت تحاولي تعرفيهم ان هم غلطانين. لو هم غلطانين ما يغلطوا، بتسمعيهم ليه اصلا؟ ما تضيعيش وقت مهم في حياتك او طاقة تقدري تبذليها في حاجة تفيدك في ان انت توريهم العكس. يعني مثلا انت مش هتعرفي تفتحي الازازة دي قوية عليكي، طب خلاص افتحوها انتوا. انا ليه اضيع طاقتي في حاجة مش هتفيدني؟ مش انتوا شايفيني مش عارفة افتح الازازة دي، طب خلاص افتحوها انتوا. let's say في واحدة بتتكلم عليكي، خلاص let's say واحدة كانت صاحبتك، ما بقتش صاحبتك دلوقتي، بقت تتكلم عليكي. طيب هتكرهيها؟ ممكن تكرهيها عادي، بس احب اقولك ان الكره ده هيبقى طاقة. بدل ما تضيعي طاقتك في كره، بالله عليكي اعتبر ان هي عمرها ما كانت موجودة اصلا. عايزة تتكلم، ما تخليها تتكلم، سيبيها تتكلم. طيب وصحابي صدقوها ومرضوش تتكلموا معايا تاني،